انسحاب الزمالك امام النادي الاهلي اليوم بسبب القضيه بتاعت كهرباء. هو كهرباء اصلا ملوش علاقه بالقضيه. هو مفيش اداره في الزمالك. بعدين مرتضى منصور معزول، ازاي بياخد قرار بالانسحاب في الاداره؟ طب انت بتتكلم على القوانين، طب ما انت اللجنه الانضباط عزلك والوزير عزلك، المفروض تطبق القرار، ولا انت ما تطبقش عليك اي قرار؟ فالإدارة في الزمالك تدار سمك لبن تمر هندي، ما تعرفش مين المسؤول في الزمالك اللي بياخد القرارات، رئيس معزول ولا اللي تحته ولا مين ولا مين. بس هو مرتضى منصور هو اللي طلع القرار، قال لك انسحاب الزمالك اليوم لن أسمح بلعب السوبر المصري. فالاتحاد المصري اختارهم اليوم، قال لهم قدامكم 60 دقيقة، وهنا الاتحاد أخطأ. 60 دقيقة أنت مش بتخاطب ولدك الصغير، المفروض تدي له مثلا مهلي 8 ساعات يرد عليك، لكن 60 دقيقة دي حتى لو هيجتمعوا مش هيلحق يجتمع. فهي كل القصة إن الزمالك خايف يقابل النادي الأهلي، خايف من المواجهة، خايف يتهزم، مش أكتر ولا أقل. احنا قلنا كهرباء أخطأ ياخد جزاؤه، بس اللجنة تجيب الفيديوهات الصح مش اللي مفبركة. كل واحد أخطأ ياخد جزاؤه. لكن انسحاب نادي الزمالك دي المرة الثالثة أمام الأهلي. انسحب أيمن عبد العزيز في 95 أيام حسام حسن وإبراهيم حسن كانوا يلعبوا في النادي الأهلي، وهادي خشبي، ربيع ياسين، ياسر ريان، محمد رمضان المهاجم اللي هو حط هاتريك في الإسماعيلي. فمش جديد عليهم الانسحاب، ان الزمالك معروف بيه بينسحب على طول قدام الاهلي، وانسحب قدام الاهلي يوم ما قال لك الباص عطل في الطريق، برضك كان خوف من النادي الاهلي. انت روح العب، فزت حنقول لك مبروك، هزمت حنقول لك هارد لك. اي واحد فيكم يفوز الف مبروك. لكن انك تطلع زي العيال الصغيره وتقول لا انا مش هلعب المباراه، لا انا هلعب المباراه، تردنا شارك او مش شارك كهرباء ولا ليه لازم ولا هيعمل لك اي حاجه. يعني انت مش خايف من فرد يلعب او ما يلعبش. وبعدين انت قلت يا مرتضى يا منصور من 24 ساعه، قلت اي قرار هتاخده اللجنه انا هوافق عليه، سواء اني براءه كهرباء او عدمه. اي قرار هتاخده اللجنه انا موافق عليه وهلعب المباراه. ليه رجعت في كلامك بعد ما اللجنه جمعت وخذت القرار؟ خليك ثابت عن قرارك، يا تلعب يا ما تلعبش. اللجنه اجتمعت واجلت الموضوع لغايه القضاء اللي هو يوم 15 او 14/5. بعد كده هي القضاء المصري يحكم ببطلان لجنه الانضباط او بشرعيه لجنه الانضباط، بعدها يشوف الحكم وبناء عليه بقى اتكلم بياخد القرار. يعني انسحاب الزمالك مرة ثانية من قدام الاهلي ده خوف من النادي الاهلي مش اكتر. كهرباء ملوش علاقه بالموضوع. متنساش تعمل متابعه للقناه وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.